كان يا مكان في بنت اسمها سارة. سارة كانت بتحب تذاكر لوحدها في غرفتها، وكان عندها مراية كبيرة قدام سريرها. المراية دي كانت قديمة وجايبة من عند جدتها. يوم من الأيام وهي قاعدة بتذاكر لاحظت إن المراية فيها حاجة غريبة. في البداية شافت ظل وراها، بس لما التفت ما لقيتش حد. تخطت الموضوع واستمرت في مذاكرتها. بعدها بساعة وهي مركزة حسيت إن في حاجة بتحرك وراها. بصت للمراية تاني وابتدت تشوف وش غريب، وش مش واضح، كأنه ضبابي أو مشوش، بس كانت حاسة إنه بيبص لها. قلبها بدأ يدق بسرعة. حاولت تتجاهل وقررت تكمل مذاكرتها، لكن الوش ده كان بيظهر تاني وتالت. كل ما تقرب من المراية الوش يظهر بشكل أوضح. الوش كان فيه عيون سودة وشعر طويل ومجعد. سارة حست بالخوف وقررت إنها تتجاهل الموضوع وتنام. في نفس الليلة وهي نايمة صحيت على صوت همس. كان الصوت جاي من المراية. فتحت عينيها ولقاها الوش بيضحك. قلبها كان بيتقطع من الرعب، وقررت تقوم وتخرج من الغرفة، لكن الباب كان مقفول. حاولت تفتحه بس الباب كان محبوس. الوش في المراية بدأ يتحرك وكان بيقول تعالي 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 شوفيني. سارة حاولت تصرخ لكن صوتها ما طلعش. الوش كان بيجذبها وبدأت تحس إن في قوة بتسحبها ناحية المراية. هي حاولت تصرف نفسها وفضلت تتراجع لورا، لكن كان في حاجة بتمنعها. فجأة الوش قفز بالمراية وظهر قدامها. كان شكله مش طبيعي، كأنه مخلوق من كوابيس. عينيه كانت مطفية وابتسم ابتسامة مرعبة. سارة عرفت إنها في مشكلة كبيرة. حاولت تتخطى المخلوق، لكن لما قربت لقت نفسها في المراية. كانت في عالم تاني، عالم مظلم فيه كوابيس وصرخات. حاولت تجري، لكن كل ما تجري كل ما الوش كان وراها بيضحك وبيسحبها أكتر. بعد فترة سارة لقت نفسها في مكان غريب مليان مرايات. كل مراية كانت فيها وشوش غريبة وكل وش كان بيضحك. سارة عرفت إنها مش هتقدر تهرب. كانت محاصرة في عالم المرايات. قررت تحارب وبدأت تصرخ أنا مش هخاف، أنا موجودة. فجأة المرايات بدأت تتكسر وابتدت تنكسر واحدة ورا التانية. الوش اللي في المراية قعد يصرخ، ولما اتكسرت المرايات سارة لقت نفسها في غرفتها مرة تانية. لكن المراية كانت مكسورة. الوش اختفى بس كانت فيها علامات زرقاء. سارة كانت مرعوبة بس عرفت إنها نجت. حاولت تبعد عن المراية، لكن كل ما تشوف المراية كانت بتحس بوجودي. في اليوم اللي بعده سارة قررت تروح لحد يساعدها. راحت لشيخ معروف في المنطقة. الشيخ سمع قصتها وعرف إن في روح شريرة عايزة تخطفها. قرر يقرأ عليها وصار يقرأ آيات من القرآن. بعد ما خلص الشيخ قال لها خلي بالك من المراية، كل ما تبصي لها تخليها تسيطر عليك. سارة كانت خايفة وقررت تتخلص من المراية. رمتها في البناية المهجورة اللي جنب بيتهم، لكن بالرغم من إنها رمت المراية كانت لسه بتحس بوجود الوش. لحد يوم وهي قاعدة مع أصحابها شافت المراية في بيت واحد من أصحابها. عيونها اتسعت وابتدت تتراجع. صاحبتها سألتها إيه فيكي؟ سارة قالت مسيش، أنا كويسة. بس في داخلها كانت عارفة إن الوش لسه موجود وإنه مش هيفضل بعيد. ومن ساعتها سارة بقت تعيش في حالة خوف دائم. كل ما تتخيل الوش تحس إنه موجود وراها، وفضلت تحارب خوفها لحد ما تعرفت إنه مش هيتخلى عنها بسهولة. وفي يوم وهي قاعدة لوحدها سمعت صوت همس تاني. بصت للمراية والوش كان موجود تاني وابتسم ليها ابتسامة مرعبة. ولحد دلوقتي سارة لسه بتحاول تهرب من الوش اللي ظهر في المراية، لكن كل ما تفكر